ابدأ بوضع 300 مل من عصير البرتقال في قدر على النار، ثم أضف 800 غرام من أفخاذ الدجاج. دع المزيج يغلي لبضع دقائق. أضف 3 فصوص ثوم، ملعقة صغيرة بأبريكا، ملعقة صغيرة ملح، ونصف ملعقة صغيرة فلفل أسود. غطى القدر واتركه يطهى لمدة 15 دقيقة حتى يتشرب الدجاج نكهة البرتقال. بعد ذلك أضف 5 ملاعق كبيرة من صوص الصويا وحرك جيدا، ثم اتركه على النار 3 دقائق إضافية. للحفاظ على طراوة الدجاج أضف 300 مل من الماء وحرك المكونات واتركها تطهى 5 دقائق أخرى. للمسات الأخيرة أضف ملعقتين كبيرتين من الكاتشب، ملعقة من المستردة، وملعقة من العسل، وامزج حتى يتغلف كل قطعة بهذا الصوص الشهي. اترك الخليط على النار حتى يتكاثف الصوص ويصبح الدجاج طرياً تماماً. زين بالبقدونس المفروم إذا أحببت، وقدمه ساخناً مع الأرز أو السلطة أو الخضروات المشوية.